الله وبركاته. هذا مصلى العيد بمحافظة وادي الدواسر، سوي بهذه الطريقة. شوفوا كيف يرصف، مثل ما يرصف البلوك على رمل. لو قدر الله عز وجل وأتى مطر وبإذن الله لأتى في الأرض هبوط. السبب لأن لم يوضع تحت هذا البلوك إلا رمل. شوفوا، عمل شركة أو مناقصة بهذه الطريقة، كأن لا يوجد في البلدية وهي اللي قائمة بالشغل مهندسين أو مسؤولين بالشيء هذا. وللأسف من أعيان محافظة وادي الدواسر لأن هذا المصلى على الطريق العام مقابل مسجد الراجحي مقابل بنك الرياض، وللأسف لم يحركوا ساكن بهذا الخصوص. والعمالة القائمة على هذا الشيء عمالة ليس بمتخصصة بهذا الشأن، بل أتوا من العمالة. انظر العمالة القائمة ليس مسؤولين بهذا الشيء ويعملون ولا رقيب ولا حسيب. انظر لهذا المتكسرات، انظر هذا موجود تراب. في أثناء هذه الفتحات لو نزل ماء تنزل الأرضية ويأتي هبوط، فمن يرضى؟ فلو كان في أحد بيوت المسؤولين لما قبل هذا العمل بتة، ولا يقبله شخص عاقل. ويوجد هناك في الأرضيات مرتفعات وهبوط. نرجو نشر هذا الشيء لعل المسؤول أن يحس أو ممن كان في نفسه ضمير. هذا وصلى الله على نبينا محمد.